بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الخيرات أو يا مساء الخيرات على حسب يعني الوقت اللي بتشوفوني فيه. دلوقتي إن شاء الله كده في تكملة يعني أكلة الحلة الواحدة. هنعمل كده زي ايه، زي كبسة كده، بس يعني أكلة سريعة والله حلوة جدا. الأول معاكم سليم محمد من قناة أهل جنتي. اللي لسه اول مرة يشوفني يشرفني طبعا باشتراكه في القناة. نقول كده بسم الله مع بعض ونبدأ. اول حاجة نجيب طبق او بولة على حسب الموجود او على حسب المتاح عندك. هنحط فيه البهارات بتاعتنا: فلفل اسمر، جوز الطيب، بهارات على حسب ما انت جميع البهارات اللي انت عاوزاها او اللي انت مستطعماها، بهارات فراخ، كمون، كزبرة، ملح، الشطة، بابريكا. ودي دقة البهارات اللي احنا كنا عاملينها، اللي هي البهارات المشكلة. عايزة تحطي ورق لورا مطحون او مستكة مطحونة او حبهان مطحون زي ما تحبي، بس انا الحاجات دي موجودة عندي في الدقة دي وفي الفلفل الاسمر، في طحن يعني مطحونين مع الفلفل الاسمر. دلوقتي ليمونة، عصرة ليمونة او عصرة ليمونتين على حسب حجم الليمون عندك، ونحاول نقلبهم مع بعض. وهنقوم ضايفين بالظبط معلقة خل، مش ازيد من كده، عشان هنضيف دلوقتي كده معلقة الخل. نحاول نخلط كده كل البهارات دي مع بعض. وهنضيف فرخة متقطعة، دبابيس فراخ، صدور فراخ، القطعة اللي انتي عاوزاها. بس انا كان عندي اللي هو الحتة دي من الورك اللي هي جنب الدبوس بتاع الفرخة، ما كنتش محتاجاها وما كنتش عارفة الصراحة استخدمها في ايه، فجت في دماغي الاكلة دي. دلوقتي هنتبلها من كل ناحية، وياريت نفتح فيها شق صغير كده بالسكينة، فتحة صغيرة كده، نحط فيها يعني الخلطات توصلها كويس، ونحطها دلوقتي في شوية زيت صغيرين. والزيت يعني كمية الزيت دي من سمانة الفرخة نفسها، منزلة السمانة بتاعتها في الزيت. شوفي الزيادة دي او على الزيت بتاعنا او الزبدة، او على حسب النوع الزيادة اللي انتي مستخدماها على سمنة الفرخة، هتدي طعم الأكلة خطير. وهنحط التوم بتاعنا والترانشات البصل. عايزة في الخلطة دي تشيلي الفراخ تطلعيها في طبق تاني، زوق براحتك. ما لو الفراخ صغيرة ياريت تطلع يعني في حاجة تانية، انما ما شاء الله الفراخ يعني الفراخ دي كانت كبيرة، انا محتاجاها ان هي تبقى في النار اطول وقت، يعني مش هتضرها في حاجة لو فضلت في النار. فاهمين قصدي؟ دلوقتي هنضيف شوية مية مغلية، وضفنا البهارات بتاعتنا: الطماطم والجزر، اللي عاوز بيضيف فلفل بيضيف. عاوزة تضيفي صلصة، صلصة طماطم في المرحلة اللي فاتت مفيش اي مشكلة، بس انا حباها كده اللي هو ايه. وهنضيف الرز بتاعنا ونقلبها، وهنظبط بقى الملح والبهارات بتاعتنا. يعني البهارات الاولانيه دي طب يعني كانوا بهارات عشان الفراخ وكده، دلوقتي هنظبط البهارات ونسيبها بقى عادي خالص تستوي زيها زي اي رز، وما شاء الله. وشوفوا ما شاء الله، يعني ما مفيدة جدا جدا جدا. وعايزة تحطي اكتر من كده خضار حطي، يعني ما شاء الله. شوفوا، والفراخ استوت مع انها كانت كبيرة، والصراحة انا كنت خايفة اصلا منها، بس استوت ما شاء الله، وكانت زبدة طرية طرية طرية.
شوفوا مستوية من جوه ومن بره ما شاء الله عليها، وبألف هنا وشفا، وربنا يصلح ما بين ايديك وايدينا يا رب، اللهم امين. اذا كملتوا لحد هنا وعجبكم الفيديو ياريت لايك. شكرا.